السلام عليكم واهلا بكم. نتمنى كل تكونوا بخير ومتهنين وقت ما يلحقكم هاد لا فيديو. اليوم جبت لكم تريده القسنطينيات مرقه بيضاء على اصولها. ما عليكم غير جامو كومونتير لا فيديو هكا باش يوصلكم الجديد، واللي مازالت ما اشتركتش نقول لك اشتركي خيتي هكا باش كي نحط اي فيديو راح يوصلك الجديد. وشوفوا التريده تاعي كيف تجيكم كل حبه وحدها. نتمنى تعجبكم لا فيديو تاع اليوم. نروحوا المقادير، ما نساوش بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، ونروحوا المقادير تاع هذه الوصفه. حطيت البرمه تاعي، حنحط طرف تاع اللحم وطرف تاع الدجاج. تقدروا ديروها بالدجاج وحده، لكن كي تعود مرقه بيضاء نحط اللحم ونحط الدجاج. حبيتوا تحطوا السمن، حبيتوا تحطوا الزبده، انا حنحط السمن نقلي به لانه الاطباق التقليديه لازمها سمن. نحط السمن ونحط شويه زيت ونقلي بهم الدجاج واللحم تاعي. يعني كل قدر ومقدور. حبيتوا يعني عندكم الدجاج وتحبوا ديروها ديروها بالدجاج، لكن شوفوا يعني هادو المرقه البيضاء والاطباق التقليديه هذه تحب يعني طرف اللحم وطرف الدجاج. حطيت مغرفه صغيره تاع فلفل الكحل ومغرفه صغيره تاع الملح، ما نكثرش الملح لانه الماكله البيضاء يزرب لها الملح. ونقلي هذاك اللحم تاعي والدجاج نقليهم مليح، نحطهم هكا نغطي عليهم ونخليهم حتى يتقلاو مليح من جهه في هذاك الزيت والسمن باش يكتسبوا هذاك اللون الدوغي. دركا نولي حطيت ميكسيت حبه تاع بصل كبيره، لانه المرقه على قد ما تكثروا لها المرقه بعديتك البيضه يعني تاع لي باتو، كان على قد ما تكثروا لها هكا البصل تجيكم بنينه. يقولوا مرقه مبصله ولا معسله. نخليها تتقلى مليح. بعد ما ذابت لي هذيك البصل وتقلات لي الدجاج واللحم تاعي في هذيك البصل والفصوص تاع الثوم وضربت الريحه، واش نقول لكم تهبل تهبل. تجي بنه العراس، يعني في العراس هما اللي يطيبوا بهذه الطريقه. نقلي قلت لكم، والفايده راهي في البنه، راهي في التقليه. على قد ما تقليو البرمه تاعكم مليح تجيكم الماكله تاعكم بنينه. مرقت بزوج كؤوس تاع الماء، كيسان كبار هكا قسمي يطيب لي اللحم والدجاج. وتقدروا ديروا في الكوكوط، انا درت يعني اللحم تاعي صغيره والدجاجه ما عندوش الروح درت في البرمه، لكن نتوما تقدروا ديروا في الكوكوط. وتريده البيضه او تليتلي الابيض ولا المحور نعمه بيضه لازمهم هكا الحرش يعني، وتقدروا تستغناو عليه. يعني الحرش هو الكبسه، حنا نقولوا اللحم مرحي نقولوا له الحرش. حطيت له شويه ملح شويه فلفل كحل وعصرت له العصره تاع القارص. انا القارص نعصره في اللحم مرحي، يعني للدجاج مرحي نعصر فيهم يعني هكا القارص نقول باه تروح لهم الريحه هذيك تاع اللحم والدجاج. فقص لها بيضه، وعندي الغبره تاع الفريك حطيت لها، ومن جهه حطيت شويه تاع الماء تاع القارص وما ونكعبر به هكا باش تجي يعني الكفته تاعكم تجيكم بنينه. نلوزها هكا كامل، نكعبرها كامل. نتوما كيف تحبوا ديروها اصابع ولا ديروها هكا كعابر كما تحبوا، لكن هي تجي هكا كعابر. نكعبرها كامل. دوكا كي نحي الدجاج تاعي يقعد لي غير اللحم. الدجاج على بالكم من غليه يطيب، نولي نرمي هاد لافيون داشي تاعي. من جهه جبت التريده تاعي، الامانه كانت دارسها لي مرا، حنا نديروها هنا في الديار. يعني نديروها كي عجينه التختوخه ونطرحوها رقيقه سواء بالماشينه ولا بيديكم وتقنطوها، ومن بعد البنات توليو تقصوها كرقيقه. درت لها الزيت بحيث يعني انه الزيت توصل لكل حبه تاع تريده تاعي هكا باش تجيكم يعني من بعديتك ما تلصق لكمش الكسكاس وتجيكم في نفس الوقت من بعديتك مش ملبزه، يعني كل حبه وحدها. وشوفوا كيفاه خفيفه. كاينه ثاني تاع الشريه، ولكن خيروا بك يعني النوعيه مليحه. انا نفضل يعني هكا في العجائن نحب هكا تاع الدار. انا كنت نخدمها مي دوكا لا غالبعت ما نلحقش مع هكا الكاطو، نخدم الكاطو ما نلحقش، وليت نشريها ديرها لي مرا ما شاء الله في النظافه وفي الخدمه تاعها. نحيت الدجاج تاعي واللحم، صفيت المرقه تاعي لازم الماء تصفوها. المرقه البيضاء لازم طول تتصفى، نقليها على جهه ونكمل الوفار تاع التريده تاعي. بعد ما فورتها الفوره الاولى هي نفورها كي تعود تريده نوعيه مليحه تفوروها مرتين حتى ثلاثه. انا دوكا راح نفورها. شوفوا مره ما دهنتها بالزيت كي فارت لي، دوك جبت المرقه هذيك اللي نحيت من الفوق باش تجي بنينه كيما نقولوها الفم تاع البرمه، وحطيت لها شويه تاع زبده ونلوكا نعاود بها. هذا هو السر اللي باش يخليو لي بات تاعكم يجيو بنان. انا ما نعاودهمش بالماء، نعاودهم فقط بالمرقه. المرقه وزيد لها زبده.
حطيت لها المرقه والزبده، شوفوا كيفاه ندخلها فيها كامل ونخليها تنشف لي على جهه ونولي نزيد نفورها. هذه هي الطريقه اللي نخدم بها التريده تاعي، وتجي واش نقول لكم تريده هايله بنينه، تجي عسل عسل. وتشوفوا نقول لكم تاني عندي سر نحطه لها فيها التليتلي المحور يعني كامل، نحط لهم رشه تاع الفلفل الكحل. لي بات تاعي كل نحط لهم هكا رشه باش تجيني هذيك لي بات تاعي نبننهم يجيوني بنان. ونخليها على جهه هكا قلت لكم حتى تشيح لي ونوزلي نزيد نفورها الفوره دوكا الاخرى. التريده تاعي مليحه فورتها غير مرتين، وانتم الا لقيتوها قلت لكم تاع المشره شويه يابسه ولا تفوروها حتى 3، لكن انا راح نفورها غير مرتين. هذه تاع الدار ونخليها اكيد حتى تشيح ليا البنات نزيد نحطها تفور. ودركا راح نجمرها، جبتها في هكا في بيغاكس ولا اي يعني حاجه اللي ديروا فيها راح نجمروا فيها، ونحط لها شويه برك مرقه ما نكثرش. ومن تاني وكذلك ما نخلطش بزاف، يعني هكا باك ما تحركوهاش بزاف. شوفوا حطيت لها شويه تاع زبده ونغمها ونخليها شويه تشرب لي المرقه تاعها. كما شفتوني ما كثرتش، راهي مخدومه باللساس معاوده بالمرقه ما كثرتش. دركا جبتها حطيتها، راح نحطها في صحن التقديم. شوفوا كيفاه كل حبه وحدها، صدقوني خياتي تجي بنينه وتجي يعني كل حبه يعني تجيكم كيما يحب الخاطر. وشبحتها بهذاك اللحم والدجاج وهذوك دي بولات تاع لا فيونداشي. وهذه هي التريده تاعنا تاع قسنطينه. صدقوني تجي خفيفه ما توجعش، تجي بنينه، تجي هايله. اللي ما شافت لا فيديو وما زالت ما دارش الجيم نقول لك طلعي ديري لي هذاك الجيم، الله يحلي ايامكم. وكومونتير حلو كيما نتوما وكيما مفرحيني. حطيت لها شويه تاع حمص، انا الحمص مطيبته ومخبيته في الكونجيلاتور، وغليت لها شويه تاع هكا حبيبات تاع البيض درتهم لها حطيتهم شبحت بها. وهاي التريده تاعي جات تهبل تهبل. نتمنى تجربوها على طريقتي وتردوا لي في لي كومونتير جاتكم، ونتمنى تجربوها على طريقه القسنطينيات. قلت لكم وشوفوا كيفاه تجي نعت لكم. شوفوا كل حبه وحدها مريشه، كل حبه وحدها يعني ما تجيش معجنه، خصوصا الا كان درتو تريده تاع الديار. يعني تريده تاع الديار تاع السميد تجيب السميد تاع برا مشكوك فيها تجيب لك بالفرينه، لكن تاع الدار شوفوا تجيب السميد تجي من اروع ما يكون. يعني ما كانش قد خدمه الدار تجي نضيفها. وعلى بالكم كيفاه طيبتوها. نتمنى عجبتكم ونالت رضاكم. سلام.